واحد وعايزة اتجوزه، وينسى موضوع الجواز منك ده خالص. وبعدها بتكون باو عايشة أجمل لحظات حياتها مع شي اللي هو أصلا الملك تشينج. وبعدها باو بتقابل الوزراء بتوع المملكة وبتقول لهم إنها هتدور للملك على عروسة لأنها لا تصلح ليه، وهم بيوافقوا على قرارها. وهي مش بتضيع وقت وبتجهز للملك لستة بأجمل بنات المملكة، وبتعمل حفلة كبيرة عشان الملك يختار منها البت اللي هتكون مراته، وبتقعد تلفت نظره للبنات لكن هو مش بيكون مركز غير معاها هي وبس. وبعدها صديق الملك بيقترح عليه اقتراح وإن هو يوافق على بنت من اللي كانوا في الحفلة كده وكده يعني. وبالشكل ده باو هتحس إن هو هيضيع من إيديها وهتغير وهتوافق تتجوزه. وفعلا تشينج بيوافق وكل الناس بتتكلم على جواز الملك من العروسة الجديدة، بس باو بتكون في قمة سعادتها وبتروح تهني الملك على خطوبته من البنت اللي اختارتها له، بس بيبقى متعصب جدا من برودها وتنحتها. وتاني يوم بيروح لها أوضتها وبيسأل القطة عنها،